أهلا بكم. غاب علي علوان ليظن الجميع أنها نقطة ضعف للنشامة، فظهر محمود باشا مرضي ليرضي ملايين الأردنيين. خيار أمثل من جمال السلامي لغياب علي علوان. صديقي وعزيزي المشاهد، تخيل أن أنت يبقى عندك جناح بيعرف يلعب بين الخطوط وبيعرف يلعب كمان صانع لعب كما يجب أن يكون. شابوه محمود مرضي يا زن العرب. للماتش الثاني على التوالي بيعمل واحدة من أفضل ماتشاته التاريخية على الإطلاق، رجل الماتش دون أدنى شك. صديقي وعزيزي المشاهد، الأردن بتعيش حلم في غاية الجمال والروعة مع المغربي جمال باشا السلامة بعد محاولة أولى من الراحل محمود الجوهري رحمة الله عليه، ومحاولة تانية من العميد حسام حسن. التالتة تابتة يا شباب، التالتة تابتة يا كينج، التالتة تابتة بمشيئة الرحمن مع المغربي جمال السلامي. صديقي وعزيزي المشاهد، بتقابل فريق منتخب رتمه سريع قوي بالكرة وقوي قوي بدنيا وعلى أرضه وحجمته طوال ال90. جمال السلامي لعب من بداية التصفيات 8 ماتشات تحديدا مع منتخب النشامي. خسر ماتش واحد أمام كوريا، تعادل 4 ماتشات وكسب 3 ماتشات. الرقم ده هيزيد في نهاية التصفيات في شهر 6 في آخر ماتشين ل5 ماتشات انتصار، والأردن 19 بونت في المونديال دون أدنى شك. صديقي وعزيزي المشاهد، الحلم الأسمى لملايين الأردنيين خلاص على مقربة. الحلم اقترب يا شباب بمشيئة الرحمن. الأردن قادرة على التأهل، واللعبة أصبحت بين إيدين المنتخب الأردني، بين أقدام لاعبي جمال السلامي ورجالة النشامي. خدوا نقطة غالية قوي، وانا بقول لك النقطة دي كفيلة بنسبة 100% لتأهل النشامة، كفيلة بنسبة 100% انها تضع النشامة في مرتبة كويسة قوي من هنا لحد شهر 6. بتبني على 4 نقاط مهمين حصدتهم، وصلت للبونت رقم 13 في المرتبة الثانية خلف كوريا المتصدر ب16 بونت، وبفارق نقطة واحدة فقط عن العراق اللي عندها ماتش امام فلسطين بعد قليل ان شاء الله بمشيئة الرحمن. الأردن في كاس عالم دون أدنى شك. مليار مبروك للجمهور الأردني العظيم، مليار مبروك للشعب الأردني الجميل. إن شاء الله الأردن في أمريكا، المكسيك، كندا، بعون الله. دمتم في أمان الله. أهلا بكم. غاب علي علوان ليظن الجميع أنها نقطة ضعف للنشامة، فظهر محمود باشا مرضي ليرضي ملايين الأردنيين. خيار أمثل من جمال السلامي لغياب علي علوان. صديقي وعزيزي المشاهد، تخيل ان انت يبقى عندك جناح بيعرف يلعب بين الخطوط وبيعرف يلعب كمان صانع لعب كما يجب أن يكون. شابوه محمود مرضي يا زن العرب. للماتش الثاني على التوالي بيعمل واحدة من أفضل ماتشاته التاريخية على الإطلاق، رجل الماتش دون أدنى شك. صديقي وعزيزي المشاهد، الأردن بتعيش حلم في غاية الجمال والروعة مع المغربي جمال باشا السلامة بعد محاولة أولى من الراحل محمود الجوهري رحمة الله عليه، ومحاولة تانية من العميد حسام حسن. التالتة تابتة يا شباب، التالتة تابتة يا كينج، التالتة تابتة بمشيئة الرحمن مع المغربي جمال السلامي. صديقي وعزيزي المشاهد، بتقابل فريق منتخب رتمه سريع قوي بالكرة وقوي قوي بدنيا وعلى أرضه وحجمته طوال ال90. جمال السلامي لعب من بداية التصفيات 8 ماتشات تحديدا مع منتخب النشامي. خسر ماتش واحد أمام كوريا، تعادل 4 ماتشات وكسب 3 ماتشات. الرقم ده هيزيد في نهاية التصفيات في شهر 6 في آخر ماتشين ل5 ماتشات انتصار، والأردن 19 بونت في المونديال دون أدنى شك. صديقي وعزيزي المشاهد، الحلم الأسمى لملايين الأردنيين خلاص على مقربة. الحلم اقترب يا شباب بمشيئة الرحمن. الأردن قادرة على التأهل، واللعبة أصبحت بين إيدين المنتخب الأردني، بين أقدام لاعبي جمال السلامي ورجالة النشامي. خدوا نقطة غالية قوي، وانا بقول لك النقطة دي كفيلة بنسبة 100% لتأهل النشامة، كفيلة بنسبة 100% انها تضع النشامة في مرتبة كويسة قوي من هنا لحد شهر 6. بتبني على 4 نقاط مهمين حصدتهم، وصلت للبونت رقم 13 في المرتبة الثانية خلف كوريا المتصدر ب16 بونت، وبفارق نقطة واحدة فقط عن العراق اللي عندها ماتش امام فلسطين بعد قليل ان شاء الله بمشيئة الرحمن.
الأردن في كأس عالم دون أدنى شك. مليار مبروك للجمهور الأردني العظيم، مليار مبروك للشعب الأردني الجميل. إن شاء الله الأردن في أمريكا، المكسيك، كندا، بعون الله. دمتم في أمان الله.